وش هو السر اللي يخلي الصطاد يترعد قبل ما تبدأ الماتش بسوايع؟ علاش راهي كاينة هذيك الحيرة في عيون الجماهير؟ هي خوف ولا هي هيبة؟ وش راهو يستنى فينا في هذه السهرة الإفريقية اللي ما تشبه لحتى سهرة؟ بين تاريخ الزمالك المصري العريق وطموح اتحاد العاصمة السوسطارة اللي راهي حابة تسيطر على القارة، كاين حكايات وتفاصيل مخبية ورا الستار. واش راح يصرى لو كان لي زون تاع سوسطارة يلقاو رواحهم في مواجهة مدرسة الفن والهندسة؟ هل هي مجرد مباراة كرة قدم ولا هي معركة تكتيكية ونفسية راح تحدد مصير الكأس قبل ما تروح لمصر؟ بزاف أسئلة راهي تدور في راس كل مناصر، والجواب ما يعرفوه غير دوك 90 دقيقة اللي راح يحبسوا الأنفاس ويخليوا القلوب تخبط مع كل بالون يدور في التيران. اتحاد العاصمة، هذا النادي اللي راهو يعيش أزهى أيامه الإفريقية، دخل هذا النهائي وهو حامل لواء الدفاع على اللقب، وباش يثبت باللي واش صرا العام اللي فات ما كانش ضربة حظ. العقلية تاع السوسطارة تبدلت، ولات عقلية انتصارية ما ترضى غير بالبوديوم. كي تشوف التحضيرات والتركيز في وجوه اللاعبين تفهم باللي كاينة جرينتا كبيرة راهي واجدة باش تنفجر في الميدان. الجمهور الجزائري قاع راهم وراهم، ماشي غير ولاد سوسطارة، لأن الراية الوطنية هي اللي راهي في اللعب. الاتحاد اليوم راهو يمثل النيفو العالي تاع الكرة الجزائرية، وبالتكتيك اللي راهو يطبق فيه المدرب والروح القتالية تاع المدافعين والسرعة في التحول للهجوم، راهو حاب يبعث ميساج قوي للزمالك والإفريقية كاملة باللي الكاس هادي عندها بلاصة واحدة وهي العاصمة الجزائرية. على الجهة الأخرى الزمالك المصري، مدرسة الفن والهندسة اللي ما يحتاج تعريف في القارة السمراء. الزمالك جو للجزائر وهم عارفين باللي المهمة ما راهيش سهلة، بصح التاريخ تاعهم في إفريقيا يعطيهم ثقة كبيرة. اللاعبين تاع الزمالك عندهم خبرة في التعامل مع النهائيات والضغط الجماهيري، وعندهم فرضيات تقدر تصنع الفارق في أي لحظة. هذه المواجهة بالنسبة لهم هي فرصة باش يرجعوا للهيمنة الإفريقية ويصالحوا جمهورهم الكبير. المعركة التكتيكية فوق التيران راح تكون شطرنج حقيقي بين المدربين. كيفاش راح يتعامل مدرب الاتحاد مع سرعة أجنحة الزمالك، وكيفاش راح يقدر يفكك الدفاع المصري اللي معروف بالرزانة. الوسط هو المفتاح، اللي يربح معركة الوسط هو اللي راح يتحكم في ريتم الماتش. لازم على لاعبي الاتحاد يضغطوا عالي من الدقائق الأولى وما يخليوش الزمالك يدوروا البالون براحتهم. في نفس الوقت التغطية الدفاعية لازم تكون حديدية، لأن أي غلطة قدام مهاجمين كما تاع الزمالك تخلصها غالية. التوازن بين الهجوم والدفاع هو التحدي الكبير، والذكاء في تسيير مجهود الماتش هو اللي راح يخلي الاتحاد يوصل للمرماهم بلا ما يتكشف فلاريير، خاصة مع هذيك التمريرات السريعة اللي يتميز بها لي روش تاع سوسطارة. لو نرجعوا للأسماء نلقاو باللي الاتحاد عنده عناصر راهي في الفورمة تحياتها. الحارس اللي راهو حيط واقف، والدفاع اللي ولا بلوك واحد ما يفوت، وصولا للهجوم اللي راهو يشم الأهداف من بعيد. كل لاعب في الاتحاد راهو عارف باللي هذه هي الفرصة باش يدخل التاريخ من بابه الواسع. في المقابل الزمالك عندهم نجوم اللي يقدروا يغيروا مجرى الماتش بلقطة واحدة فنية. الصراع الثنائي بين المدافعين والمهاجمين راح يكون فيه بزاف الالتحامات وبزاف ذكاء. الاتحاد لازم يلعب كتلة واحدة، يبعدوا عن اللعب الفردي ويركزوا على الجماعية اللي هي قوتهم الضاربة. الروح الجماعية هي اللي خلتهم يوصلوا لهذا المستوى، وهي اللي راح تخليهم يتجاوزوا عقبة الزمالك في هذا الذهاب المصيري. التاريخ والتقاليد الكروية تقول باللي النهائيات تتلعب على الجزئيات، بالك ركنية، بالك مخالفة، ولا بالك غلطة في التمركز. الاتحاد راهو يخدم بزاف على الكرات الثابتة اللي ولات سلاح فتاك في يديهم، والزمالك من جهتهم يحبوا يلعبوا على الهجمات المرتدة السريعة. هذا الصراع بين الاستحواذ والفعالية هو اللي راح يعطينا ماتش قمة في المستوى. لازم اللاعبين تاعنا يكونوا باردين في راسهم، ما يتقلقوش وما يدخلوش في استفزازات، ويركزوا غير على البالون. الذهاب في الجزائر لازم يخلص بنتيجة تخلينا نسافروا لمصر وإحنا مرتاحين. تسجيل أكثر من هدف مع الحفاظ على نظافة الشباك هو السيناريو المثالي اللي راهو يرسم فيه كل جزائري غيور على بلاده. الرحلة لهذا النهائي ما كانتش مفروشة بالورود. الاتحاد جاز على محطات صعبة، واجه فرق قوية وتغلب على ظروف قاسية، وهذا هو اللي صنع شخصية البطل اللي رانا نشوفه فيها اليوم.
كل ماتش فات كان درس، وكل انتصار كان خطوة نحو هذه اللحظة التاريخية. اللاعبين شربوا المر باش يوصلوا للحلاوة النهائي. هذه الاستمرارية في الأداء هي اللي خلت المحللين يرشحوا الاتحاد باش يحافظ على تاجه. بصح في الكرة الترشيحات تبقى على الورق، والحقيقة كاين غير فوق العشب الخضر. العزيمة اللي راهي عند ولاد سوسطارة هي اللي تخلينا نتفائلوا، وهي اللي تخلينا نأمنوا باللي هذا الجيل قادر يكتب اسم الاتحاد بماء الذهب في سجلات الكاف للمرة الثانية على التوالي. بين هذا الماتش وعيد الفطر المبارك راهي كاينة فرحة راهي تستنى في الشعب الجزائري. حابين هذا الكاس تكون أحلى عيدية للجمهور اللي ساند الفريق في الضراء قبل السراء. الأجواء في الشوارع، في القهاوي، وفي كل دار راهي غير على الاتحاد والزمالك. هذه الروح الرياضية الكبيرة بين الشعبين الجزائري والمصري تزيد تحلي هذا العرس الكروي. بصح فوق التيران الخاوة خاوة والبالو ما فيش يا مرحميني. كل واحد راح يدافع على شعار ناديه بكل ما أوتي من القوة. احنا رانا حابين نشوفوا روح رياضية عالية، وباش الأفضل هو اللي يديها، وإحنا مأمنين باللي سوسطارة هي الأفضل وهي اللي تستاهل ترفع الكاس وتفرحنا قاع في هذه الأيام المباركة. في الأخير مهما كانت النتيجة في ماتش الذهاب لازم نعرفوا باللي كاين ماتش روتور في القاهرة، بصح الحسم يبدأ منا، من الجزائر. الخطوة الأولى هي الساس، وإذا كان الساس صحيح البنيان راح يكمل صحيح. كل الدعم لاتحاد العاصمة، كل الثقة في الطاقم الفني واللاعبين. إن شاء الله نشوفوا سهرة كروية تليق بسمعة الكرة الإفريقية، ونشوفوا الاتحاد يزأر في ملعب 5 جويلية ويخلي الزمالك يحسب 1000 حساب قبل ماتش العودة. القلوب راهي معاكم، الدعوات راهي معاكم، وبالإرادة والقلب الكبير التاج الإفريقي راح يبقى في الجزائر بإذن الله. عيشوا اللحظة، استمتعوا بالكرة، وخلونا نكتبوا تاريخ جديد يفتخروا به الأجيال القادمة.